عايزة تعرفي المقرمشات الحلوة الجميلة دي عملتها ازاي؟ سمع صوتها؟ أطفالك هيحبوها، صحية، كلها حاجات من البيت وبكوباية مكرونة واحدة. تابعيني وانت هتعرفي الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت اللي ما اشتركش في قناتي يشترك في قناتي، وصفات على قد الإيد، ويشوف احلى الوصفات وابسط واسهل الوصفات. دلوقتي انا معايا وصفة بسيطة سهلة جميلة هتخلي اولادك ياكلوا حاجة صحية ويفرحوا بيها جدا. تعالي معايا اقولك الوصفة والمكونات وانت هتعرفي انا قصدي ايه. بكوباية مكرونة واحدة، والله كوباية مكرونة واحدة اهي، ومعايا معلقة دقيق على معلقة نشا. طب يا ترى هتعملي بيها ايه؟ يلا بينا نكمل الفيديو وهتعرفوا انا هعمل بيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا ان مكوناتنا حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا، وهتعملي بيها حاجة جميلة لأولادك وهتوفري بيها فلوس كتير قوي. طب ايه يا ترى الحاجة اللي احنا هنعملها؟ هنعمل مقرمشات بالمكرونة. ايه ده مقرمشات بالمكرونة؟ مقرمشات بالمكرونة. عندي حلة مغلية هسلق فيها كوباية المكرونة اللي انا وريتها لك. هسلقها حوالي 3/4 سلقة، تبقى كده بتعض عضة خفيفة. هنسلقها مع بعض وهطلعها وهوريها لك، ويلا بينا. وطبعا ده شكلها بعد ما احنا سلقناها. بصي يعني مش بتتهري كده تحت ايدك، لا جامدة. شايفة جامدة ازاي؟ انا بقى هعمل لها ايه بعد ما اتسلقت؟ بمعلقة الدقيق ومعلقة النشا هروح حطاهم عليها، واحاول على قد ما اقدر ان انا اغلف كل كمية المكرونة بتاعتي، اقلب لغاية ما كل المكرونة بتاعتي تتغلف. زي بالظبط ما بتيجي بتحمري البصل بتاع الكشري، برضو بتغلفي كل حبة من البصل بالدقيق. انا حاطة معلقة ومعلقة على كوباية المكرونة. حاسة ان عايزة اكتر عشان مكرونتي كلها تتغلف، ممكن ازود معلقة كمان، مفيش اي مشكلة. وهحمر حبة حبة عشان تطلع معايا مفرفرة وحلوة. هكمل تقليبها واغلفها ونحمرها سوا. وبنزل بقى واحدة واحدة كده حبة حبة بالمكرونة بتاعتي اللي انا مغلفاها في الزيت عشان اقليها. طبعا انا مش عايزاها تلزق في بعض او اي حاجة، عايزاها واحدة واحدة، فانا مش بنزل بالكمية كلها، هقليهم حبة حبة وهطلعهم طبعا على المناديل عشان اتخلص من اي زيت زيادة. وهوريكي بقى شكلها النهائي وهتسمعي صوت القرمشه اللي يجنن. ده الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا. الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا، حطينا البهارات بتاعتنا، البهارات اللي انت تفضليها. انا حطيت ملح، فلفل، توم باودر، وبهارات مشكله. انت بقى ممكن تجيبي البهارات اللي هي بتتباع في فتح الله او بتتباع في اي سوبر ماركت كبير، اللي هي بطعم الجبنه بطعم الكاتشب، تديكي برضو طعم. بصي اسمعي صوتها في القرمشه رهيب، يعني مقرمشه وجميله. وطبعا ممكن تعملي مكرونه بالشكل اللي انت عايزاه، سواء الاقلام او سواء حاجه الهلاليه الخواتم الكبيره، بس انا كان عندي المكرونه دي فحبيتها. طبعا دي هتتاكل بالمعلقه يعني، وبألف هنا وشفا.